عمرك حسيت بوجع في جسمك ملوش سبب واضح؟ ممكن تكون نسيت اللي حصل لك زمان، بس جسمك عمره ما هينسى. تعال نغوص سوا في رحلة الشفاء ونفهم ازاي جسمك بيحتفظ بكل صدمة كأنها لسه حاصلة النهاردة. أتمنى منكم ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو اللايك والشير، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات. عارف يعني ايه جسمك فاكر كل صدمة؟ يعني ممكن تبقى ناسي اللي حصل، ناسي الحدث، او ناسي الوجع، بس جسمك لأ. جسمك ذكي جدا، حساس، وبيسجل كل حاجة زي كاميرا بتصور بس بصمت. كل مرة اتخضيت ومحدش طبطب عليك، كل مرة عيطت لوحدك ومحدش سمع، كل مرة قفلت على نفسك علشان خايف، كل ده جسمك كان حاضر فيه وشايله جوه أنسجته، في العضلات، في الظهر، في البطن، في النفس اللي كان مكتوم. وعايزة أقولك إن الصدمة مش شرط تكون حدث كبير زي حادث أو وفاة. أوقات الصدمة بتحصل من نظرة تحقير، من كلمة جارحة، من إحساس بالإهمال. الصدمة بتتخزن مش بس في الذاكرة، لا، في الجهاز العصبي. لما تحس بضربات قلبك بتزيد من غير سبب، أو تلاقي نفسك فجأة مكتئب، مضغوط، جسمك وجعك وانت مش مريض، ده لأن جسمك بيعيد عرض الفيلم القديم من غير ما تحس، يعني بلا وعي. بيسجل اللحظة ويعيشها تاني وتالت لحد ما تسمعه. العلم الحديث بيأكد إن الجسد بيحتفظ بالعلامات، زي ما قال الطبيب النفسي العالمي بسيلفان. بيقول إن الصدمة ما بتموتش، لكن بتتحول لأعراض جسدية ونفسية، زي قلة النوم، توتر مزمن، قلق من غير سبب، عزلة، حتى أمراض عضوية. أما في علم الطاقة فبنشوف إن الصدمة بتسد مسارات الطاقة في الجسم، بتوقف تدفق النور، وبتعمل دوامة من التكرار. وزي ما قلت لكم، كل تجربة مؤلمة مرينا بيها، سواء خيانة، فقد، هجر، توتر، أو حتى إحراج وإهانة في الطفولة، بتسيب علامة مش بس في الذاكرة لكن كمان في الجسم. العلم بيأكد إن الصدمة بتتخزن في الجهاز العصبي والعضلات والأنسجة، وده بيأثر علينا حتى بعد ما ننسى القصة نفسها. فلو بتعاني من أوجاع مزمنة زي نوبات هلع وصعوبة في التنفس أو حتى خمول مستمر، وجسمك بيطلب منك إنك تطلع الوجع اللي مدفون، الشفاء بيبدأ من الاعتراف، من إنك تحتضن الألم بدل ما تهرب منه، وتمد لنفسك إيد حنينة. افتكر دايما جسمك إنه مش ضدك، ده أكتر كائن بيحبك وبيحاول يحميك بس بطريقته. طيب نعمل ايه بعد كل ده؟ اول خطوة نسمع، نرجع نعيش جوه جسمنا بدل ما نهرب منه. نعمل تمرينات تنفس، تأمل، حركات جسدية بسيطة نحرك بيها الطاقة الراكدة، نكتب ونعيط ونسمح لنفسنا نحس من تاني. الشفاء بيبدأ لما نعترف اننا اتأذينا ونسمح للجسم يفك العقد دي. افتكر دايما الجرح اللي جوه جسمك مش لعنة، ده باب بيوصلك لنفسك الحقيقية، لانك مش مكسور، انت بس متألم والمفتاح جواك. ابدأ اسمع لجسمك لأنه بيتكلم بلغته الخاصة، كل وجع له حكاية وكل حكاية ليها باب للشفاء. لو حسيت ان الكلام ده لمسك، فده لأن روحك مستعدة تسمع الحقيقة. جسمك بيحبك وبيكلمك كل يوم بلغة الألم، ما تتجاهلوش. لو نفسك تبدأ رحلة الشفاء، ابدأ من هنا، شارك الفيديو وسيبلي في تعليق أكتر مكان بتحس فيه بوجع من غير سبب. وافتكر ان انت مش لوحدك. دمتم بمحبة وسلام وخير.